زيتون مطروح وجمال زيتون مطروح، اللي راح مطروح عارف قيمة الزيتون ده كويس قوي. هنعمله بطريقتهم وبطريقة السوبر ماركت اللي هم ولا بيعملوه زينا ولا اي حاجة، بيعملوه بكل بساطة، حطوه في مية سخنة وبيبقى تمام التمام. يلا بقى كده هنجيب الزيتون التفاحي، عندنا زيتون تفاحي وتمشي في الزيتون العزيزي واي زيتون تعمليه. هنجيب كده الزيتون، هنحط كذا واحدة كده، 15 واحدة 10 كده مع بعض، وهنبتدي ان احنا ندغدغه بالشكل ده، او نفدغه او نشرخه شرخ بسيط جدا بالشاكوش بتاع البفتيك او بايديكي كده بالراحة، هتبصي تلاقيه اتشقق معاكي. هننزله بقى في مية سخنة بالشكل ده، ودقيقتين على النار مع التقليب، وهيطلع معانا يعني نبتدي نطلعه. عشان بقى الصغنن ده هنعمله لوحده، مش هنعمله مع التاني علشان طبعا بيستوي بسرعة. هطلعه بقى في مية، هعمله صدمة في مية باردة، مية باردة تماما، علشان يعني ما يكملش سوى ويتهري معانا، بحيث ان انا ابرده تماما بالشكل ده. هبدأ ان انا كل يوم، خدي بقى 3 ايام، هنغير عليه في اليوم مرتين او 3 مرات، نغير له الميه زي الليمون بالظبط. تمام. جينا بقى في اليوم الثالث هنبتدي نقطع شرايح ليمون بالشكل ده، وعندي عصير ليمون، وعندي ملح البحر، وعندي الميه، بس كده. تمام. الملح اللي هو الخشن او ملح البحر، هنبتدي نعمل المحلول بتاعنا ونظبطه تمام. نزلت بقى بالزيتون بتاعي كده بعد طبعا ما المرارة اللي فيه طلعت تماما، وهبتدي ان انا احط في البرطمان بتاعي، هحط ربع كوباية من عصير الليمون بالشكل ده. وبالنسبة للمحلول الملحي، انا هنا عاملة لترين من المية، هحط من 10 ل 12 معلقة كبيرة من ملح البحر بالشكل ده، وهقلبه تمام لحد ما يدوب كويس قوي. المية دي مغلية ومتبردة، وهبتدي ان انا احط الملح، وهزود الزيتون بتاعي بالشكل دوت، وهغطيه وشوية زيت من فوق بقى كده، شوية زيت زيتون او زيت عادي مفيش مشكلة، بس يكون زيت ملوش ريحة. هبدأ ان انا احط كيس كده وهغطيه كويس قوي وهسيبه من 5 ايام لاسبوع، هتاكلي منه هيبقى تمام التمام. هنا انا عملت كمية، حطيت بقى في جيركن كبير كده، وبدأت ان انا احط نفس الكمية من المية، وشويه كده من زيت الزيتون على الوش، وهغطيه وهحط شويه قشر كده على الوش واغطيه واسيبه بقى من 5 لاسبوع، من 5 ايام لاسبوع، يطلع معايا بقى بالشكل ده. بس شايفين بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. هتاكليه كانك شارياه من مرسى مطروح بالظبط، ولا فيه مراره، وكمان مقرمش ومش مهري. كل المواصفات الحلوه فيه بسم الله ما شاء الله بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحب زي ما اتعودنا، بحب ان انا اصفي ميته واحط عليه زيت زيتون واحطه في التلاجة وناكله كده بالهنا والشفا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.